بعد الاربع او الخمس ماتشات اللي انت لعبتهم في الدوري والاداء اللي انا بشوف ان هو اقل من المتوسط، لان انا وجهه نظري ان النادي المصري يقدر يقدم شكل واداء في الملعب افضل من كده، السكواد والادوات اللي موجوده معاك تساعدك على الكلام ده، لكن للاسف مردود اللعيبه دي اثناء الماتشات ما بيدلش على الكلام ده، وبالتالي المعادله بتكون صعبه جدا. وبعد الهزيمه المؤخره اللي حصلت لك قدام بيراميدز والاخطاء المتكرره اللي واضح ان ما بيتمش معالجتها، لازم وحتما على الجهاز الفني ان هو يغير طريقه لعبه، لان واضح ان 4-3-3 الكيمياء بتاعتها مش ماشيه معاك، وان انت كجهاز فني مش قادر تستفيد من مشتقات الطريقه دي سواء الدفاعيه او حتى الهجوميه. دفاعيا عندك مشاكل وعندك اخطاء كتيره جدا، وبيخش فيك اهداف متكرره من عمق الملعب نتيجه للتمركزات الغلط اللي موجوده عند لعيبه نص الملعب، والمساحات الكبيره اللي موجوده في القلب ما بين الاثنين سنتر باكين، رغم ان انت بتلعب بثلاثه. يعني المفروض الناس دي تبقى حائط صد قوي جدا جدا قدام الاثنين سنتر باكين، ونفس الكلام بيخش فيك اهداف من الكرات العرضيه نتيجه للتمركزات الغلط اللي بتكون موجوده عند بعض اللعيبه في المناطق الدفاعيه. مش كل اللعيبه، في لعيبه بتشتغل كويس، لكن انا مش عايز واحد ولا اتنين، انا عايز الاغلبيه العظمى يشتغلوا كويس، على الاقل لو واحد وقع ولا اتنين الباقي يشيلوه مش العكس. وخلي بالك نفس الكلام، انت ضعيف هجوميا، عندك مشكله كبيره في الحته دي، رغم ان انت بتعمل استحواذ وبتعمل انتشار وبتطلع بالكره من تحت بشكل كويس، لكن اول ما بتوصل للمناطق الحاسمه اللي المفروض من خلالها بتترجم شغلك ده كله، لا بيبقى عندك كثافه ولا بيبقى عندك شراسه ولا حتى بيبقى عندك تواجد، نتيجه ان الراجل ده المهاجم بتاعك دايما بيلعب ما بين 3 4 مدافعين لوحده، وان الاطراف او الاجنحه اللي المفروض تزودك هجوميا شغلها كله بيبقى شغل عرضي، بيسلموا نفسهم للخط بالشكل ده، وبيبقوا بعاد كل البعد عن مناطق الخطوره اللي هو يقدر يسجل من خلالها بمنتهى السهوله. حتى لو انت كمدرب عايز ان انت تفتح الملعب وبتلعب بالشكل ده وعايز تمط الملعب بشكل عرضي، لازم الناس دي دورها يبقى اوضح من كده. اما انا بلعب بثلاثه ليه وبلعب 4-3-3 ليه؟ عشان الراجل ده يزق نفسه هنا، عشان الراجل ده يزق نفسه هنا، ويبقى في ترابط ويبقى عندي مثلثات والخطوط كلها قريبه من بعض. لو الراجل ده ما دخلش لجوه الراجل ده يحل مكانه، لو الراجل ده ما دخلش لجوه الراجل ده يحل مكانه، وفي نفس الوقت تلاقي الناس دي في ظهرهم، وتلاقي على الاقل باك من الباكين بيطلع بيكمل في الهجمه، وتلاقي المدافعين شغالين بالمنظر ده وبالشكل ده. فهتبص تلاقي خطوطك كلها قريبه من بعض، حتى لو الكره اتقطعت منك هتقدر تجيبها بسهوله وتشتغل كوحده واحده. دي بنسميها كومباكت ديفنس، ان انت بتلعب كمجموعه. خلي بالك كمان انت قدام البنك الاهلي مش هتلعب بالراجل ده اللي هو مروان حمدي اللي انت كنت بتعتمد عليه كمحطه خلال الماتشات اللي قبل كده. ايا كان بقى مين اللي هيكون موجود، هتلعب باوتوجا، هتلعب بفخر الدين بن يوسف لو هو سليم، هتلعب بالشامي. اللي هيلعب في الحته دي ما ينفعش يبقى موجود لوحده، خصوصا ان البنك الاهلي هيبقى عنده تركيز دفاعي غير طبيعي. كابتن طارق مصطفى الراجل عايز يكسب والمكسب بالنسبه له مهم جدا، لكن في نفس الوقت هو عايز يبني بشكل ايجابي، فبالتالي هو بيصحح الاخطاء اللي وقع فيها قبل كده. البنك الاهلي ما عندوش ولا نقطه، فبالنسبه له التعادل قدام النادي المصري مكسب كبير، فالراجل هيبقى عنده تمركزات وهيلعب زون وهيعتمد على الاخطاء بتاعتك، فانت لازم ما تديلوش فرصه. وبالتالي انت جربت الطريقه دي اكتر من مره 4-3-3 وما خدتش منها اي انتاج، فانت لازم تغير الطريقه، لازم يبقى عندك كثافه وعندك تواجد في عمق الملعب بشكل احسن من كده، لان انت لعبك كله على الاطراف ولعبك كله بيعتمد على المهاره الفرديه، ان كل لعيب حافظ سيستم وحافظ برنامج معين بيعتمد عليه، لكن مفيش برنامج متكامل، مفيش ترابط ما بين اللعيبه وبعضها، ومفيش جبهات، مفيش من العمق، مفيش الكلام ده. فلازم تلعب بمثلث مقلوب بالشكل ده وتزق الراجل في الحته دي كمهاجم وهمي، ايا كان بقى تلعب غلاس قناوي، تلعب الياس الجلاصي، تلعب لتسوال، يبقى موجود في ظهر الراجل ده يساعده بشكل كويس، ويبقى عندك ستاره قويه في ظهر السنتر باكات الاثنين دول، وتقفل الحته بتاعت العمق اللي كانت عامله لك مشكله. على الاقل كمان تريح الباكات، تطلع بقى حسين السيد يبدا ان هو يشتغل اوفرات ويعمل جبهه، وتطلع كريم العراقي اللي ما عملش اوفر من اول السنه يبدا يعمل جبهه مع ميدو جابر. لو لعبت بالمنظر ده هتقدر ان انت تحقق اداء كويس ونتيجه كويسه، لان الدوري بقى صعب. خلي بالكم الفرق كلها بتكسب بعض، وبعد النتائج اللي حصلت الاسبوع السادس ده والاسبوع اللي قبل كده خلاص مفيش بقى فرقه كويسه وفرقه ضعيفه، كله شبه بعض.